جدول تدريبي كامل لعضلة الباي والتراي يجب عليك القيام به بشرح كامل ومفصل. أبسط عليك طريقة التمرين للحصول على أفضل النتائج بسرعة، وعلى بركة الله. سوف نبدأ بتمرين عضلة البايسبس، لكن قبل ذلك عليك الإحماء لتفادي الإصابات. تقريبا 5 إلى 8 دقائق كافية. في التمرين الأول عبر جلوسك على كرسي أنت تزيد الحمل على العضلة، بالتالي يصبح التمرين أفضل. العب 4 مجموعات والعب تكرارات ما بين 10 إلى 15 تكرار، وهذا التمرين يستهدف الرأس الطويل لعضلة الباي. الاستمرار على نمط معين من التدريب لمدة طويلة يجعل العضلة تبدأ في التأقلم على نمط التدريبي، وتصبح العضلة تنمو بشكل بطيء جدا. تذكر هذه المعلومة، لهذا ذكرت في العنوان جدول تدريبي يجب عليك القيام به. وهذا التمرين يعكس هذه القولة عبر استهداف الباي الطويل والباي القصير زائد الساعد. العب 3 مجموعات والعب 12 تكرار في كل مجموعة. بعد استهداف عضلة الباي الطويلة والقصيرة نذهب إلى تمرين عضلة ترايسبس، وبالتالي عضلة الباي تستريح، ثم نعود لزيادة تقويتها. في هذا التمرين حاول اختيار الوزن المناسب لك للعب تكرارات مرتفعة، أو حتى لعب تكرارات حتى تصل إلى مرحلة الفيلر، أي تصل إلى أقصى تكرارات تستطيع اللعب بها. أود تذكيركم بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس إذا كنت من عشاق رياضة كمال الأجسام والفتنس لتتوصل بجديدنا في الحال. وتذكر كل ما هو مفيد سوف تجده هنا عبر الاشتراك في القناة. عند أداء هذا التمرين انزل الدمبل خلف رأسك في حركة شبه دائرية مع جعل الكوعين للداخل. العب 3 مجموعات والعب عدات ما بين 12 إلى 8. الآن البايسبس استرجعت القليل من قوتها، لهذا سوف نحاول الضغط عليها أكثر لتحقيق هدفنا، وهو تكبير العضلة وزيادة تضخيمها. فقط لمن لعب هذا التمرين سوف يعرف قيمته. إذا سبقت ولعبت هذا التمرين أعطينا رأيك فيه من 1 إلى 10. العب 3 مجموعات وحاول لعب تكرارات ما بين 12 إلى 8. آخر تمرين يستهدف عضلة ترايسبس، سوف تقوم بلعبه بوزن الجسم فقط. العب 3 مجموعات والعب تكرارات أقصاها 15. الآن انتهت الحصة التدريبية الخاصة بك، لا تتمرن أي شيء آخر لكي لا تدخل في عملية الهدم العضلي، أو بالأحرى عند تناول الوجبة الخاصة بك تذهب مباشرة للعضلة المقصودة. للمزيد من المعلومات أراك على حسابي على الانستغرام.